طبعا يا جدعان، زي ما انتم شايفين الفترة دي بتكون فترة تغير في المناخ كبير، يعني مثلا الصبح حر بالبرد. فاحنا في الحالة دي لازم نشتغل على وقاية طيورنا كويس جدا. في الفيديو ده هقول لكم ايه الروتين اللي بستخدمه للطيور بتاعتي من الفيتامينات. طبعا أول حاجة بنحتاج ازازة مية من الحنفية عادي، أو أي كمية المية اللي بنستخدمها للطيور بتاعتنا. أنا بستخدم لتر ونص مثلا. وأهم مكون معانا هنا هو فيتامين سي، سواء بشري أو بيطري، بس ده أهم مكون عشان هو ده اللي بيرفع مناعة الطيور ضد الأمراض في الفترة دي بالذات، لأن الأمراض بتكتر جدا في الفترة دي. هنحتاج قرص واحد كده، ونحط نص قرص ونحطه. نروح على المكون التاني. طبعا دي أقراص بشرية بفيتامين سي بشري. تاني مكون معانا هنا هو المالتي فيتامينز دي، اللي هي بتحتوي على مجموعة كبيرة من المعادن، من قصدي من الفيتامينات والمعادن. أي نوع مش هيفرق، بس أكيد البيطري أفضل. كمية المستخدمة هنا 5 سنتي، 5 ملي أو 5 سنتي. طيب كده على لتر ونص من المية. وبناخد ملي ونص من الإسلينيوم، لأن الملي بيتحط على اللتر مية. هدرج المكونات كويس عشان تتخلط بعضيها كده زي ما انتوا شايفين. دلوقتي الهيدر دي فيها كل عناصر اللي الطائر محتاجها. معنا إسلينيوم اللي هو إي بلس لينيوم، ده بتساعد في الخصوبة والريش وأمنة اللايت بتاعت الطيور عموما يعني. والاتنين دول رافع مناعة، وده فيه مكملات غذائية بقى وحاجات الطيور محتاجها كتير. طبعا شباب، دلوقتي حد هيسألني أنا منين بقولك الجرعة دي. بنعرفها من علبة الدواء نفسها أو علبة الفيتامينات نفسها. بنيجي هنا مكتوب الجرعة ملي على لتر مية، احنا حطينا على لتر ونص، يعني ملي ونص. بالنسبة لمالتي فيتامينز، هو بيقول لنا نحط نص ملي من الفيتامينز العلبة دي على لكل 150 ملي من المية. فدلوقتي ملي من المالتي فيتامينز على 300 ملي مية، فبنقسم 1500 على 300 يدينا 5 ملي، اللي هو 1500 ملي مية اللي هي لتر ونص. عشان كده أنا قايل 5 ملي من العلبة دي اللي هي المالتي فيتامينز. بنحط الفيتامينات والمية دي للطيور. طبعا بنكون معطشينهم، فبقى مية عنهم 8 ساعات أو 10 ساعات. بعدين نحط لهم الفيتامينات والمية، عشان المية يعني زي ما احنا حاطين كده عشان يشربوها. طبعا يعني فترة تغيير جوي وهو يعني الجو متغير جدا متخلف، فلازم نديه. ده كان الفيديو بتاع النهاردة يعني وأتمنى الفيديو يكون عجبكم يعني، ومتنسوش الاشتراك في القناة والشير والكومنتات واللايك. طبعا ده برا يعني، بسلم عليكم إن شاء الله يعني. السلام عليكم.